الملف الأول أو المسألة الأولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله هل عين عليا للإمامة من بعده أو اقترح على الأمة أن ينتخبوا عليا للإمامة من بعده؟ أي منهما؟ فرق كبير بين الأمرين. مرة نقول أنه عين لهم ذلك، قال لهم هذا إمامكم الله نصبه. ومرة نقول لا، قال للأمة إذا أردتم أن تكونوا على الصراط المستقيم فانتخبوا من؟ فانتخبوا عليا للإمامة إذا أردتم. هسه إذا أردتم أن تعصون الأمر إليكم، بعد أنتم تعصون وتضلون الطريق. ولكن إذا لم تنتخبوه للإمامة هو لا توجد عنده مسؤولية أن يتصدى للإمامة عندكم. أي منهما؟ الإمام أمير النبي صلى الله عليه وآله هل هو الأول أو هو الثاني؟ الآن الموجود في العقل الشيعي هو الأمر ماذا؟ هو الأمر الأول لا الأمر الثاني. هسه الآن إنسان إذا جاء وطرح هذه القضية، بمجرد أن يطرحها مباشرة تأتي علامات ماذا؟ علامات الاستفهام عليه، هذا يريد يضعف المذهب، هذا تأثر بكذا وإلى غير ذلك، مع أنها مسألة مطروحة في نهج البلاغة من أوله إلى آخره. يعني أنت عندما تطالع نهج البلاغة في كلمات الإمام أمير المؤمنين، في الأعم الأغلب، حتى لا أكون أذكر أحكام مطلقة، في الأعم الأغلب الحديث عن ماذا؟ عن الأمر الثاني لا عن الأمر الأول. هذه من الأبحاث التي لا بد أن تبحث. لماذا؟ لأنه الآن الطرف الأول بدأ يبحثها، يقول أنتم الذي تقولون أن الإمام أمير المؤمنين كان عليه نص من الرسول الأعظم في الإمامة والخلافة، إذا لماذا لم يقل هو عن نفسه أنا قد نص علي رسول الله؟ لماذا؟ هذا نهج البلاغة أمامكم. الآن بدأ أنتم لو تتابعون الفضائيات، لو تتابعون الكتب التي تكتب ورسائل دكتوراه وماجستير تكتب في هذا المجال، أن علي بن أبي طالب لم يدعي أنه هناك نص عليه من رسول الله بالإمامة، وإنما قال أنا أحق بهذا الأمر، أنا كذا أنا كذا. هي يذكر فضائله وأنه كان ينبغي أن تنتخبون من؟ أن تنتخبون. واللطيف أنه توجد رواية في هذا المجال، أنا أقرأ للأعزة هذه الرواية موجودة أعزائي من الروايات الواضحة الدلالة في كشف المحجة لثمرة المهجة، تأليف ابن طاووس المتوفى 664، تحقيق الشيخ محمد الحسون. أعزائي هناك أعزائي في الفصل 55 و100 اللي طبعات متعددة بإمكان الأعزة أن يرجعوا إلى هذا الفصل، هناك تحت عنوان من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين فإن الله يقول وإن من شيعته. هناك يقول الإمام أمير المؤمنين وإنما حقي على الأمة كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم، فإن أحسنوا وعجلوا له حقه قبله حامدا. أنا عندي حق عليكم لأهديكم إلى الصراط المستقيم، وإن أخروه إلى أجله أخذه غير حامد، وليس يعاب المرء بتخيير حقه. شوفوا أساسا لغة النص موجودة أو غير موجودة؟ ما موجودة. وإنما لي حق، إنما يعاب من أخذ ما ليس له، وقد كان رسول الله، التفتوا إلى هذا النص احفظوا أعزائي، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه. هاي تنسجم مع النظرية الأولى لو مع النظرية الثانية اللي الآن أشير إليها؟ من الواضح أنه لا علاقة لها بنظرية النص والنصب.